محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه، وتحياته وبركاته إليك يا رحمة ربنا المهداة، ويا نعمته المسداة، ويا خير خلق الله، ويا شفيعنا يوم نلقى الله. تشرفنا يا سيدي بزيارتك، ووقفنا أمام حجرتك، ورجونا كريم شفاعتك. ورأيتني أقول لخير رسول: يا سيدي، قد جئت بابك سيدي، ومكثت أدعو الله دون تردد، فرأيت أني في أعز سعادة، وبأن كل الخير أضحى في يدي. وعليك أكثرت الصلاة بروضة، وعليك أكثرت الصلاة بروضة يا سيدي وكريمة أعظم سيدي. أنا لست أخشى من ظلامة ظالم، أنا لست أخشى من عداوة معتدي، أنا لست أخشى الفقر في دنيا الورى وخزائن الرحمن لما تنفدي، أنا لست أخشى زلة أو ذلة، خير البرايا شافعي ومؤيدي، أنا لست أخشى الضيم أو قهر العدا، وأنا المقيم هنا بباب محمد. يا أمتنا الإسلامية في كل مكان، يا أمتنا الإسلامية في كل مكان، ثقوا أنكم حين تعيشون الذكرى وحين تتمسكون بالهدي النبوي ستكونون والله قادة الدنيا، وستحققون خيريتكم على ظهر الأرض. فرسولكم أعظم رسول، رسولكم أكرم مأمون، رسولكم أثنى عليه ربه في القرآن: وإنك لعلى خلق عظيم. واختاره واصطفاه قبل البشرية جمعاء، وقبل خلق آدم اصطفاه قبل خلق آدم، حيث قضت الإرادة الإلهية أن يختم الرسل وأن يختم مطاف النبيين بسيد المرسلين. ولذلك تحدث عن ذلك صلى الله عليه وسلم فقال: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، وقال: كنت نبيا وآدم منجدل في طينته، فاصطفاه الله قبل خلق آدم وأثنى عليه في القرآن، حتى قال بعض العارفين: يا مصطفى من قبل نشأة آدم، يعني يا من اصطفاك الله قبل نشأة آدم وقبل خلق آدم، يا مصطفى من قبل نشأة آدم، والكون لم يفتح له إغلاق، أيروم مخلوق ثناءك بعدما أثنى على أخلاقك الخلاق. يا أمتنا الإسلامية في كل مكان، أناديكم في هذه الذكرى العطرة أن تتمسكوا بهذا الهدي النبوي، وأقسم لكم بالله لو تمسكتم بهذا الهدي النبوي فلن تكون بينكم كروب، ولن تكون فتن أو حروب. إن ما رواه الإمام أحمد في مسنده بالسند الصحيح عن ثابت بن عبد الله أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جاء وقال: يا رسول الله، إن أخا لي في بني قريظة جمع جوامع من التوراة، ألا أعرضها عليك يا رسول الله؟ فتغير وجه النبي فقال له عبد الله بن ثابت: أما ترى أن النبي قد تغير وجهه وتأثر؟ فأخذ سيدنا عمر يقول: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، وأخذ يكرر ذلك حتى سري عن وجهه الشريف، فقال عليه الصلاة والسلام:
والذي نفس محمد بيده لو أصبح فيكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم، أنتم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين.